الإفراج على كل الأموال حاليا اللي هي الأصول المالية فقط، اللي هي 97 مليار الآن أفرج عنها بالكامل وأصبحت تحت إدارة السلطة الليبية. ونحن في فترة طبعا عدم استقرار، وبالتالي لا يجوز المساس في هذه الفترة بسعر الصرف. اثنين، يجب أن يكون سعر الصرف محققا لأهدافه وفي استقرار المستوى العام للأسعار، وهذا لا يتأتى إلا بثبات سعر الصرف في المدى القصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع أن الاستثمارات الاحتياطيات الخاصة بمصرف ليبيا المركزي هي بالطبع ليست سيولة نقدية صرفة، إنما هي استثمارات في أشكال مختلفة من الاستثمارات تؤمن السيولة والربحية والأمان. وهذه الاستثمارات تتوزع على 5 أنواع، منها حسابات جارية بقيمة 17 مليار، ومنها أيضا ودائع زمنية بقيمة 48 مليار، ومنها سندات أجنبية تتوزع أجالها بحد أقصى 3 سنوات وقيمتها 24 مليار، ومنها محافظ أجنبية يتم استثمارها في حدود 2 مليار، ومنها أيضا أذونات خزانة مختلفة في حدود 935 مليون دولار. فإجمالي هذه الأصول في حدود تقريبا 97 مليار. هذه بالطبع الآن بعد رفع التجميد عنها أصبحت في إطار إدارة مصرف ليبيا المركزي، يتحكم في إدارتها كما يشاء ويستفيد منها بالشكل الذي يحقق أقصى ربحية ممكنة. نعم. وفي نفس الوقت بأقل مخاطر ممكنة. لكن سيد سالم، يعني إجمالي المبالغ المجمدة يقدر ما بين 140 و 160 مليار دولار. أين باقي المبالغ؟ نعم، نحن نتكلم طبعا، نحن في مصرف ليبيا المركزي نتكلم عن الأصول المالية. أما باقي المبالغ اللي هي الأصول الحقيقية والمتمثلة في استثمارات عقارية واستثمارات نفطية واستثمارات زراعية واستثمارات سياحية وما إلى ذلك، فهذه من اختصاص طبعا جهات أخرى اللي هي المؤسسة الليبية للاستثمار، وهذه أصول حقيقية. أما مصرف ليبيا المركزي فهو يتخصص في الأصول المالية التي تمثل السندات والودائع الزمنية والمحافظ الأجنبية وأذونات الخزانة، وهذه طبعا في مجملها 97 مليار دولار أمريكي. طيب سيد سالم، ما الصدمات التي قصدتها والتي تفاديا لها سيتم تثبيت سعر صرف الدينار لمدة 3 سنوات؟ طبعا عندما تحدثنا عن سعر الصرف، كما تعلمون أن سعر الصرف يؤثر تأثيرا مباشرا على الحركة الاقتصادية في المجتمع، وإن ثبات أسعار الصرف الحقيقة في المرحلة الحالية هو متطلب اقتصادي حقيقي. لماذا؟ لأن سعر الصرف يتحدد عادة حسب المرحلة التي يمر بها الاقتصاد، وكما تعلمون أن الاقتصاد الليبي في الوقت الحالي يمر بمرحلة عدم استقرار نتيجة الأحداث التي مر بها المجتمع الليبي والتي انتهت بانتصار ثورة 17 فبراير. أيضا أن سعر الصرف يجب أن يعمل بشكل رئيسي على استقرار العملة في المجتمع لأهميتها في المحافظة على التضخم، وأيضا لأهميتها في المحافظة على استقرار السوق. 3، أن سعر الصرف يجب أن يشكل منطقة عازلة وواقية من الصدمات، وكما تعلمون الآن في السوق العالمي هناك اهتزازات كثيرة، سواء كانت الديون السيادية أو أزمة اليورو أو الرهن العقاري في الولايات المتحدة. نعم. هذه كلها ستعكس صدمات متكررة في الاقتصاد النقدي، وبالتالي تثبيت سعر الصرف سيكون أحد الوسائل التي نحمي بها اقتصادنا المحلي. السبب الآخر طبعا لهذا الاتجاه يتعلق بالأمور الداخلية. نحن نعلم أن الاقتصاد الليبي يعتمد في إيراداته بنسبة 90% على مورد النفط والغاز، والتي تمثل 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي. نعم. وبالتالي فإن أي رفع لقيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية سيترتب عليه انخفاض قيمة الإيرادات التي يتم الحصول عليها من قطاع النفط. وكما تعلمون أنه خلال الفترة الأخيرة، فترة الثورة المجيدة، زادت المرتبات تقريبا بنسبة 100%. نعم. كما نعم. زادت بعض المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى إعادة الدعم على السلع، أشكرك. كل هذه الأمور من طرابلس سيد علي محمد، كل هذه الأمور
محافظ البنك المركزي الليبي، عذرا للمقاطعة بشدة، ولكن ده هنا على توازن الميزانية منه.